اصلا ما كنتش نرجع عند صاحبي نجيبو، ولكن فاش سمعت الصوت ديال هذا الراجل كيغوت في الزنقه تاكدت بانني ما نخرجش من الدار، ولكن بغيت نطمئن عليه الصراحه ونسول فيه الصاد كيفاش حتى الان مازال مخبي وما قدروش يلقاوك. دابا انا غير محشي في الطوموبيل ومسكتها باش ما نلفت الانتباه، وما كندرت ليله وكنشوف شنو طاري. اوكي الصاد الله يعاونك وحدي راسك. ما تخافش وحتى نتايا. اليوم صباح الجو هاديك شي شويه ماشي بحال هذاك الغوات اللي كان البارح، وايضا الجو ولا سخون بسبب شي حاجه دازت فوق الظهر، وهاد الحاجه كتخلي درجه الحراره ترتفع ومازال ما عرفتش شنو هي هاد الحاجه. صاحبي يلاه صيفط لي ميساج اللي كيخلع شي شويه اللي كيقول لي فيه شنو واقع برا. كنت غادي في الطريق لمده طويله د الوقت، عرفتي شنو الصاد؟ هاد الوقيته كامله اللي تمشيت فيها ما لقيت قدامي حتى شي انسان ولا حتى شي حاجه كتحاك. داكشي عشان انا متاكد انني نكون في امان هنايا حتى نشوف شنو ندير. واش كافياك الماكله اللي عندك بعدا ولا لا؟ مازال عندي بزاف. واخا مده واني خارج كنحاول انني نقتصد. المهم ما تخافش عليا، انا خاف غير على راسك. بزاف منكم سولوني كيفاش مازال عندي الكهرباء، حتى انا مازال مصدوم كيفاش مازال لحد الان عندي الطاقه، كل مره كتقطع وكتعاود ترجع، وهادشي اللي كيخليني خايف بان تمشي في خطره. ودابا المشكله الاكبر انني كنحس بالجسم ديالي عيان بزاف، والساعه البيولوجيه ديالي تدمرات، وما بقيتش نعرف فوقاش الصباح وفوقاش الليل. بلاتي كنسمع شي صوت قدام الشرجم ديال بيتي، غنمشي دابا ونشوف شنو طاري. ما عرفتش كيفاش مازال حي حتى هاد اللحظه هادي. ضروري نقول لصاحبي شنو واقع دابا. كاع ما شتي في الضو مباشره ياك؟ واش متاكد ياك؟ متاكد. علاش؟ باش نتاكد قول لي الشارع اللي كنا ساكنين فيه انا وياك فاش كنا صغار. علاش؟ جاوب على السؤال صاحبي بلا ما تعصبني. الشارع في رازيل صاحبي. اوكي صافي دابا مزيان صاحبي. شات صاحبي ما تبقاش تخلع فيا هكا. شوف شنو لقيت. كنت كندوب وانا لقيت هادشي مكتوب وما عندي حتى شي فيك على شنو كيعني مكتوب هنا الخوت تحت راسك من الضوء اللي كيطفاو وكيشعلوا، وكنظن بانها مكتوبه بالدم. شي مرات تنحس براسي بانني كنعرف نتعامل مع المواقف اللي كيوقعوا لي، وكنفكر افكار منطقيه، وكنحس براسي كنقدر نعيش. وشي مرات تيغلب عليا الخوف وكنهار وكنبغي نغوت. نهار التاسع سمحوا لي على اخر هضره قلتها كان فيها شويه المشاعر، غير داكشي اللي وقع لي البارح قدام الشرجم ديال بيتي خلعني شي شويه. المهم انا دابا كنهضر مع واحد الشخص اللي عنده معلومات كثر وعارف شنو طاري، وانا غادي نقول لكم داكشي كامل اللي جمعت. تصنتوا مزيان شنو غايقول هذا الشخص، حيت هو عارف شنو يقدر يدير لك هذيك الضوء الا شفتي فيه مباشره. باش نشرح لك شي شويه على شنو طاري، انا سميتي طارق وعايش في فيرجينيا. كان عندي هذاك النهار الخدمه في الليل، ونورمالمون فاش يطلع ضوء النهار كتسالي خدمتي، ولكن الساعه قلبات باش نسالي خدمتي والشمس مازال ما طلعاتش. حاولت ما نعطيش للموضوع اهميه في الاول، سحب لي شي ظاهره طبيعيه وصافي، ولا السحاب بزاف وصافي. ولكن فاش دازت الساعه الاولى والساعه الثانيه ومازال الظلام بديت تنخاف شي شويه. انا عايش في واحد المدينه اللي كبيره نسبيا، فتقدر تخيل الاجواء كي كانوا هنايا فاش بداو هذوك اعمال الشغب. فاش كنت تنحاول نهرب من هاد التجمعات ديال الناس وانا نتلاقى مع واحد الشخص سميتو فلان. هاد الشخص هذا بدا كيعاود لي شويه على دوك الاضواء اللي كيبقاو تابعين الناس، بقى كيعاود لي شنو تقدر دير هذيك الاضواء. والصراحه ما تيقتوش في الاول، جاني داكشي اللي كيقول غريب بزاف. ولكن في ديك اللحظه نيت بديت تلاحظ بان داك التجمع ديال الناس اللي كيديروا الشغب بدا كينقص بشويه، والناس بدات تتراجع بطريقه غريبه وبهدوء، بحال شي حاجه كتحكم فيهم هي اللي كتخليهم يبعدوا. وشويه كنلقى بان الشارع كامل ولا خاوي كيصفر، وحتى شي واحد ما بقى تما. انا وفليد ولينا كنصافوا مع بعضياتنا، وفاش نلقاو شي بلاصه فيها الظلام كنكسو كنتخباو فيها باش ما يلقاناش داك الضوء. والماء والماكله اللي كنا جمعنا كان كافينا باش نبقاو عايشين. الحمد لله حنا عايشين مزيان. ولكن مورا ايام قليله فلان غادي يبغي يسط الطوموبيل باش يستكشف شي شويه، وغادي يرجع عندي كيجري، ولكن غادي يبقى يقول شي هضره اللي غريبه ومخلوع وكيدوي بالزربه. حيتاش في الاول قلت غيكون غير ستريس ولا شاف شي حاجه اللي خلعته، حيتاش المواقف اللي كيوقعوا لينا ماشي عاديه، فخليته بحال هكاك. ولكن واحد النهار ما بقاش كاع كيهضر،
بقى غير ساكت ومبقاش قادر حتى يتعرف عليا، وكيبقى جالس في بلاصتو بحال شي تمثال. هاد النهار كاع بقى جالس 12 ساعه بلا ما يتحرك. موراها بايام قليله فلانت ولا كيهجم عليا. حاولت نبعدو عليا ونفيقو، ولكن كاع هاد المحاولات كانوا فاشلين. كان ضروري خصني نحبسو بشي طريقه، حيتاش ما كانش عندي حتى شي طريقه اخرى. الخلقة دي بوحدك صعيبة شي شوية، ولكن مؤخرا لقيت واحد البلاصة اللي مازال فيها ضوء والانترنت. داكشي علاش انا قادر نهضر معاك دابا. شكرا بزاف حيت شاركتي معنا هاد القصة هادي، وداكشي اللي وقع الفلاين محزن بزاف. سمح لي عافاك بارطاجي القصة ديالي حيت بغيت الناس يعرفوا شنو واقع هنايا. بطبيعة الحال ما تخافش. تشوا صاحبي، بقيت نقلب على المعلومات اونلاين ونسيت صاحبي. خليت ليه ميساجات ولكن مازال ما جاوبني حد الان. وليك وكنسمع شي صوت عاوتاني. اقسم بالله هاد الصوت نتاع شي حاجه كتحاول تحل الباب ديال الدار. شيت تقدروا يدخلوا للدار دابا. الحمد لله داكشي مشى بحالاتو. كنظن دابا انا في امان. دابا سمحوا لي غبرت شي شويه حيت كان خاصني نطفي التليفون، ودابا انا راه مخبع باش ما يشوفوش الضو ديالو. ما عرفتش كيفاش ولكن فاش شفت الباب ديال الدار لقيته محلول كامل، واخا كنت سادو بالساروت. واخيرا طرات شي حاجه زوينه. ما تخافوش راه مازال في الوعي ديالو، ولا على الاقل هادشي اللي كنتمنى انا. قبل ما ندير حتى شي حاجه خصني نهتم بالحمايه ديال الدار ديالي. دابا هاد المره فاش دخلوا راه كان عندي الزهر، ولكن في المره الجايه راه انا عارف هادشي بدائي بزاف، ولكن على الاقل الا حاول شي واحد يحل الباب غادي نعرفو، وماشي حتى يفوت الفوت. اليوم عاوتاني بدا كيبرد الحال حيت باينه هادي ما كايناش الشمس. المشكله الاكبر حتى الماء والماكله اللي كانوا عندي بداو كيتسالاو. ونسيت نقول لكم شنو قال لي صاحبي من قبيلات. لقيت واحد الطوموبيل اللي فيها الليسانس اللي كنظن انها تقدر توصلني حتى لعندك. ما تخافش يا صديقي، راني قريب نوصل عندك. اوكي هادشي مزيان، ولكن عندي واحد الاعتراف خصني نقول لكم. فهاد الايام الاخيره كامله كنضرني راسي على واحد الموضوع، واللي هو ان شي واحد تيدخل لداري ولا شي حاجه كتدخل لداري فاش نكون انا ناعس. وما كنظنش يكون واحد من هذوك الاضواء حيت احساس اللي كيجيني مختلف. ما عرفتش كندير نشرح لكم، ولكن كنحس بداك الشيء بشي طريقه. والبارح فاش حطيت القراعي والكيسان قدام الباب ونعست سمعت شي تقرقيب، ولكن المشكله ان شي كاس من هذوك الكيسان ما طاح. ما عرفتش هادشي واش بصح ولا هي انا بديت تنحمى. وباش نهني راسي ونتاكد درت الطحين قدام الباب، ولا توسخ ولا انتشر حول الدار غادي نعرف بان عندي في الدار شي حاجه ماشي هي هذيك. تعقلوا على داك الدري اللي من كولومبيا البريطانيه ياك. اليوم صيفط لي هاد التصويره هادي اللي كيبان فيها داك الشخص اللور، وشكرا ليه ما قدرتش نعس هاد الليله بقوه الكوابيس اللي جاوني. ولكن غادي نفيق في خطره على واحد الصوت ديال الغوات كاين برا، ولكن هاد الغوات ماشي بحال الغوات اللي كنت سمعت في المره اللي فاتت. هاد الغوات كان متقطع بزاف وما عرفتش المصدر ديالو، وكنت تنحاول نسجل لكم الصوت كيفاش داير، ولكن واخا كنصور الفيديو ما عرفتش علاش الصوت ما كيتسجلش. كنظن هاد الصداع جاي من الدار ديال الجاري اللي حدايا. وفاش سمعت القصه ديال طارق قبيله وليت كنشك في واحد البلان. صاد قول لي اش من عام تخرجنا حنا من المدرسه؟ كيفاش؟ صافي ما تديش عليا. عارفكم ما كتثقوش في صاحبي، ولكن ما نقدرش نواجهه. هذا راه الصديق ديالي منين كنت صغير، وصعيب عليا نلقى شي واحد بحاله. انا بقى لي غير شويه ونوصل عندك. قول لي فكرني في العنوان ديالك. شيت ما عرفتش واش نثق فيه ولا لا. ما عرفتش واش غادي يطرالي بحال القصه ديال طارق ولا لا. صافي يا صاحبي راني كنساين. صبر بلاتي، جاوب على السؤال ديالي هو الاول. اش من عام تخرجنا من المدرسه انا وياك؟ واش من نيتك يا صاحبي؟ ما عندناش الوقت لهذا الشيء يا صاحبي. وغير جاوبني يا صاحبي، غير جاوبني دابا عافاك. واش انت صافا؟ انا مزيان. سمح لي واني ما عرفتش واش نثيق بك ولا لا.
وحتى انا كنظن اخويا هادشي غادي يحبس هنايا. نعطيكم فكره عامه على فين وصلت وشنو عندي دابا. ما نعستش منين بدا داك الغوات في الدار ديال جاري، والماء تسالالي وما بقاش عندي حتى شي قرعه الماء، اما حتى الماكله راه قريبه تسالي وما بقى والو. ما عرفتش واش هادشي كامل يستاهل نفقد الصديق ديالي المقرب ولا لا. اوف على مشكله كدايره، يلا فقت دابا ولقيت الطحين داير بحال هكايا. ما عرفتش واش صاحبي اللي دخل الدار ولا شي حاجه اخرى، وما بغيتش نعرف الصراحه، ولكن خاصني نخرج ضروري من هاد الدار في اقرب وقت، حيتاش ما بقاتش امينه بالنسبه ليا. وعندي واحد الفكره من البارح وانا كنفكر فيها، ولكن دابا غادي نطبقها. غادي نمشي للدار ديال جارنا اللي سمعت فيها الغوات البارح. انا متاكد هذه هي الدار اللي سمعت منها البارح الغوات.